عيد صباحك يا وردة من على فلة، كنا الحبايب العزاز وازاي ما هنا، إن كان غيرنا حلي واحنا اللي مررنا، الله يهون عليكم واحنا يصبرنا. يا رب انت عالم بحالنا، تفتح على ابن احمد وتنجح مقصده. ربنا يسمع منك يا كبدي يا ابني. الواد اتمقت من المذاكرة 15 سنة في المدارس. ربنا عوض صبره وصبرنا خير. حلمت الحلم ليلة امبارح ان احمد بيه قاعد على كرسي كبير مدهب في اوضه واسعه مفروشه وبساط احمر، وفراش بربري واقف على باب الاوضه بيحوش الناس اللي عاوزين يقابلوه، وانا واقفه على عتبه الباب بفقع بالزغروطه. قال فراش يحوشني، قلت له سيبني، ده سيدي وابن سيدي. وكنت تشوف يا ست راويه ده حلم ما يقعش الارض ابدا. احمد هياخدوه في وظيفه كبيره قوي في الحكومه. ربنا يسمع منك يا ام سيد. يا دي الليله الناديه لما شفت احمد بيشيل الطرح ويبصك في اوضتك. ايه الكلام ده يا ام سيد؟ المهم ان احمد يلاقي شغل ويبقى محامي مشهور. انت ما شفتيش محامي لابس رب؟ ربع ايه يا ستي؟ اللبس اللي بيلبسه المحامي وهو بيترافع. مش العبايه السوداء دي؟ شفتها مره لما اتعارض وسيد ومثل واحد محامد عامله زي ملايه الله. الله يجازيك يا ام سيد. انا هقول لك حاجه محدش في البيت عارفها. انا اشتريت قماش وفصلت رب بايدي لاحمد، كان قلبي حاسس انه هياخد اللصام. انا هتكل على الله النهارده وافوت على عبد القادر بيه المحامي عشان اشوف عمل ايه في قضيه تعديل معاشي اللي رفعها لي على مصلحه السكه الحديد. تعرفي يا خديجه انه محامي كبير كبير قوي، ولولا انه يعرفني من 30 سنه ما كانش قبل انه يتفق معايا على اتعاب بسيطه. يا ريت يقبل انه ياخد ابني احمد يتمرن عنده في مكتبه. اول احمد ما يشتغل هتمم فرحتنا واجوزه راويه. ودي عاوزه كلام، ده كل املي. راويه ما فيش حد زيها ابدا. البنت اللي طالعه لامها مرحومه اختي كانت ست بيت وعاقله. فين الايام دي البنات اللي لا تحط بودره ولا احمر؟ دي راويه الكلمه العيب ما تخرجش من بقها. دي من صباحة ربنا تلبس المريالة وتخش المطبخ. فطار جاهز يا سيدي. شوف يا علي صورتي ايام ما كنت بصحتي. ان شاء الله لما اقبض القرشين بتوع وزاره الماليه اللي بطالبهم بيها نأجر بيت في حلوان وترجع صحتك احسن ما كانت. امال فين احمد؟ لازم لسه نايم. انا قمت وش الفجر لقيت نور اوضته والع. انا عارفه بيعمل في روحه كده ليه، ده نجح والحمد لله. العجيبه قلت له يريح روحه، ده كان مده المذاكره ما يطولش ينام ساعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا سيدة. صباح الخير يا عمي. اهلا، صباح الخير يا اموره. شوفي ان كان احمد صحي قولوا له يجي يفطر. حاضر يا سيدي. الفطار جاهز يا احمد بيه. انا بحرصك انت لسه نايم؟ سي احمد، سي احمد.
يعني يا ابني لو كنت نمت على سريرك وريحت جسمك مش احسن من نومتك على المكتب ورقبتك ملوحه كده؟ والله انت غصب عني يا ام السيد. قمت بالليل ادور على علبه الشاي ما لقيتهاش. وما ساعدتنيش ليه يا ابني؟ ما رضيتش عليك، انت طول النهار تعبانه في المطبخ. تعبك راحه يا ابني، كلهم مستنيينك على الفطار بره. ستراوي قالت لك بايدها الحلوه البيض ابو لحمه مفرومه اللي انت بتحبه. صباح الخير. يسعد صباحك يا ابني. صباح الخير يا احمد. اهلا سي احمد. دي لابس بدري ورايح على فين؟ والله رايح الكتب خانه. يا دي الكتب والكتب خانه. انت لسه لحقت تفوق من امتحان وكتب المدرسه؟ امبارح قابلت اسماعيل بيه حمدي مدرس القانون المدني، قال لي مبروك على نجاح ابنك احمد، ده نبيه جدا بس يا خساره. وصلت ايه يا بابا؟ خساره؟ بس يا خساره موزع مجهوده بين الكتب وشعر المتنبي وابن الرومي وابن الروسي. وماله يا عمي؟ مش احسن من التلامذه اللي لو كلمتهم في اي موضوع بره دروسهم ما يعرفوش يردوا عليه؟ ومع ذلك يا عمي احمد اخذ الليسانس. الذره والبقيه على التلامذه اللي لا يعرفوا شعر ولا حاجه، وطول الصيف ملمومين جنب كشك المزيكا في جنينه الازبكيه عاوزين ملحق. حق يا راويه، لو كنت كملتي تعليمك كنت نفعتي ابو كاسم. حضر نفسك بقى يا سي احمد، انا رايح اقابل عبد القادر بيه الشرقاوي اكلمه علشان تتمرن في مكتبه. السلام عليكم. عليكم السلام يا بابا. يا مسيد اديني كوبايه ميه علشان اخد الدواء. سمعت كلام بابا على الصبح، ابن الرومي وابن الروسي. ما يقصدش يا احمد، انت عارف عمي قلبه طيب وبيدور على مستقبلك. هفكرك يا راوي، هو بيظن ان ما دام خدت الليسانس لازم اشتغل محامي. بيكسب ايه محامي تحت التمرين؟ انا عامل ترتيبي من دلوقتي، هطلب اتعاب عن القصص اللي بتنشرها لي مجله العصر. من 6 اشهر بكتب عندهم بلاش. ليك حاجه في العدد ده يا احمد؟ ايوه الرمال البسمه ايوه والرمل خليته يبتسم ازاي يا سي احمد؟ لما تقريه هتعرفي. الحقيقه عنوان مغري، الرمال الباسمه. النهارده بس 4 كلموني في التليفون عن قصتك الجديدة الرمال الباسمة. انت تعرف اني ساكن في هوليوود. بعد ما قريت روايتك وفتحت الشباك حسيت ان الرمل كله بيضحك لي. فين اصول العدد الجديد؟ اتفضل. نحو العودة. لو كنت قدمت نص ساعة كنت قابلت بول ديوتار المستشرف بكليه الاداب. اعجب جدا بقصتك فاجعة الحريم اللي اتنشرت عندنا من شهرين. جالي مخصوص علشان يستأذن لترجمتها بالفرنساوي. اكد لي ان النوع ده ينجح نجاح هايل في باريس. انا اهنيك يا استاذ احمد. متشكر. احنا عندنا كام كاتب ترجمت له قصص للغات الاجنبية. اتفضل. متشكر. يا سلام، 100 دعوة في اليوم، عشاء، سينما، الواحد هيفضل ايه ولا ايه؟ تحب تتفرج على الحفلة دي يا استاذ احمد؟ حفله ايه؟ بالمسكيه. يظهر ان الحفلة كويسة، ثمن التذكرة جنيه. اتفضل. متشكر. تحب اكتب لك كلمتين عن الحفله دي؟ لا، اياك السهرة تدي لك فكرة عن قصة جديدة. بس حاسب على نفسك. من ايه؟ من الجنس اللطيف. عبد القادر بيه بيبارك لك يا احمد، استعد عشان تستلم شغلك في المكتب عنده من بكره. حاضر. لازم تنام الليله بدري عشان تروح المكتب في الميعاد. تضحك على ايه؟ مفيش، بس كنت حضرتك بتقول لي انام بدري وانا كنت هستأذنك عشان معزوم الليله دي. معزوم فين؟ والله جات لي تذكره في حفله عاوز اتفرج عليها. حفله ايه يا ابني؟ انت خارج من مذاكره وامتحان ووجع قلب. ما تكن في البيت واستريح بقى. ايه؟ يعني هو مش زي الجدعان اللي في سنه، خليه يفرج عن نفسه شويه. حضرتك عارف يا عمي احمد عمره ما اتاخر بره. دايما انتوا تدافعوا عنه، ما حدش هيخسره لكم انتوا الاثنين. مين؟ انت ما انتش عارف انا مين؟ محمود. ازيك يا احمد؟ ايه تعمل في نفسك كده ليه؟ يا اخي طول عمرك شيطان. لكن ما عرفتش اغويك. ازيك يا احمد؟ الله يحفظك. عملت ايه في الامتحان؟ طبعا ما دخلتش. ليه؟ بس قول لي اعمل ايه باللسان؟
شغلانه في الحكومه ب 12 جنيه ويمرمطوني بقى من دشنا لابو المطامير. انا اقدر ابعد عن الجو ده، النور، الموسيقى، الرقص. تعرف ان دي اول مره احضر فيها حفله زي دي. شوف الانوثه الحيه، الجو المعطر، الضحكات المنغمه الرنانه. ادي الوسط الراقي اللي عمرك ما كتبت عنه. انا بكتب عن الوسط اللي انا عايش فيه. لا، ما تكتفيش بحياتك الممله، لازم تعيش الحياه دي كمان. ازاي؟ اضحك، ارقص، اشرب. ارقص، اشرب. تعالى تعالى. مدهش، انت عارف دي مين؟ مين؟ زهيرة حلمي. ده اسم شاعري فيه الزهر والحلم. بارمان 2 بوكنه صودا. لا، انت عارف انا ما بشربش. تشربش ازاي؟ انت لسه صغير يا اخي، ما كلنا بنشرب. الدردح امال يا اخي. اديني واحد اورنجات. اورنجات؟ لا ده برد عليك، خد واحد ينسون احسن. يا محمود بتصور فيفي. تعالى. عن اذنك. ما انتش فاكر يا سليمان سمعت الدور ده قبل كده معايا فين؟ ازاي ما سمعتوش؟ دي عايده. عايدة ايه؟ ده التانجو ميلانكولي. والله طنجو ظريف، يظهر انه جديد. جديد ازاي؟ انت سمعته مرة قبل كده معايا في بودابست، ومرة تانية في التبغان في باريس، وعمرك ما جيت عندي البيت وما سمعتكش اسطوانته. قوم بينا نرقصوه. يا شيخ استني لما يجي الفالس. بس ايه؟ انت هتعمل زي الجماعة العواجيز. عواجيز؟ يلا بينا. نهر الوادي عمل ايه امبارح؟ دخل شرطتين. دفع كام؟ 8 ريال. دهدى ده انت متحينه قوي الليله. انا ما لعبتش عليه. يا نمت، امال لعبتي على مين؟ عليك. انت يا زيزي بترقصي فوق كويس خالص. وانت بترقص من بصالة. ايه الفستان الشيك ده؟ حاسب على ريله. اقدم لك احمد بيه علوي المحامي. انشانتي. مدمزيل فيفي. تشرفنا. عن اذنك يا زيزي، على فين؟ اكلم البلد في التليفون. حد يتكلم الساعة 11 بالليل؟ لا، ما انا معود نظر العزبة على المأتي ده، لازم اكلمه سواري. زيزي. بصر يا فيفي، مين ده اللي وياك؟ ده واحد محامي صاحب محمود، عرفني بيه دلوقتي. انا لازم اعتذر له. تعال ما اعرفك بيه. انا متاسفه جدا، ما كانش قصدي، انا كنت برمي الكوره على فيفي. يا ستي حصل خير، كان بيشرب اورنجات خليته له كوكتيل. والله انا متاسفه جدا. لا ابدا ما حصلش حاجه. زهيرة هانم حلمي اللي اسمها شاعري فيه الزهر والحلم. ده يا محمود، انت هتبقى شاعر؟ لا ده مش كلامي، ده كلام الاستاذ احمد علوي المحامي. ده بيكتب روايات مدهشه جدا يا ديدي، لازم قريتي له حاجه. هتكتب حضرتك في انهي مجله؟ في مجلة العصر. مجله العصر. انا قريت فيها كام قصه كويسين. الرمال الباسمه. على فكره عنوانها ايه القصه اللي قلت لك انها عجبتني قوي يا احمد؟ ليله حب. ليله حب؟ ايوه. انت اللي بتمضي الف عين؟ اهو ده يا ستي الف عين. احمد علوي، انت اسلوبك مدهش. انا قريت قصه ليله حب 4 مرات، ومكسوفه اقول لك ان كل مره كنت بقراها كنت بعيط فيها. انا سعيد جدا. سعيد اني كنت بعيط؟ لا يا فندم، انما يسرني ان قصصي اثرت فيكي. قصه عجيبه. اما لو حكيت لك عن تاريخ حياتي كنت كتبت عنه اغرب قصه كتبتها. حضرتك شوقتيني ان اعرف. عن اذنك في فرصه تانيه ابقى احكي لك. 4 اورفوار. 4 بيبي. اهو ضربوا البلس اللي انت عايزه، يلا بينا نرقص. لا انا تعبان، يلا بدنا نروح.
هو انا عروس ارقص فالس؟ الفالس بعد الطنج الجميل اللي رقصناه ده تمام زي بنورة زبيب بعد كاس ويسكي. الا قولي لي يا زيزي اسمه ايه الطنج ده؟ ما قلت لك 1000 مرة اسمه الميلانكولي. يلا ابدا. مين ده اللي معاها؟ جوزها؟ لا. ابوها؟ لا. امال مين؟ بيقولوا عمها. ام سيد، ام سيد. نعم يا ستي. الساعة دقت 2 واحمد ما جاش. ده اتأخر قوي. لا يكون جراله حاجة. خايفة عمي يصحى يصلي الفجر ما يلاقيش رجع. ربنا يستر يا ستي. اتأخرت قوي يا أحمد. وانت ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ عشان أفتح لك الباب. شفت ايه الميلاد يا أحمد؟ حاجة عادية أوي. مفيش حاجة استلفتت نظرك أبدا؟ شوية مزيكا وورق ملون وزيت. والستات لابسين شيك. أبدا، كلهم عجايز وحشين. ما شفتش حاجة على الشماعة وانت داخل أوضتك؟ لا، في إيه؟ سبت لك حاجة على الشماعة، شوفها واديني رأيك بكرة الصبح. ما تنساش بكرة ميعاد المكتب، اوعى تروح عليك نومة. وصال يا أحمد. وصال. ساعة البيعة حضرتك. طيب حاضر. صباح الخير يا سعادة البيت. اهلا وسهلا. اتفضل يا بنت. تشرفتنا خالص. متشكر جدا. انت زي ابني. انا متفق مع والدك من ايام ما كنت في الحقوق انك لازم تتمرن عندي. ميرسي. انا هسيب لك الجزئيات كلها وقاضي الصحفي. عندك الاجنده. شوف قضايا الاسبوع اللي جاي ايه. اطلبها من توفيق افندي وادرسها على مهلك. أنا واثق إن التمرين في مكتب سعادتك هيفيدني فايدة كبيرة جدا. أنا والله يا أستاذ أحمد مكتبي خرج 20-30 من أحسن القضاة ووكلاء النيابة. إذا كنت غاوي مهنتك صحيح أؤكد لك في ظرف 7-8 أشهر إنك مش هتحتاج لأي إرشاد مني. فندم سعادة البيت. طلع قضايا الأسبوع ده واديها للأستاذ أحمد زميلنا الجديد. وإن كان في حاجة في دور الشهر ده قصاد قاضي الإحالة اديها له برضه. حاضر. إن جات له قضايا شخصية لازم تبشروها له زي العادة. المكتب تحت تصرفه. احنا في خدمته يا فندم. أنا متشكر جدا يا سعادة البيت. العفو يا ابني. وإيه اللي عرفك إن أنا عاوز الدوسيه ده يا توفيق؟ احنا عندنا كم زبون زي علي بيه
البيه افضلوا علينا. ولا دخلني عند الافوكاتو، انا معايا ورقه من الحاج بشندي الجزار، دكانه في قهوتي وتسكن المكتب في الكمان. السلام عليكم يا بيه، ما تاخدنيش، انا دمي حامي خلق ضيق وسايب قهوتي مدشدشه. بس اقعد استريح. مين حضرتك؟ الحاج سوق سنبل فتوت فتوات الحنفي سابقا، وصاحب قهوة الحنفي الكبرى حلية. ايه الحكاية؟ مفيش، بقى الخناق ده انا مبطله بقالي 4 سنين. من يوم ما حجيت بيت الله لا مسكت شومة ولا نزلت زفة ولا اتوجدت في محكمة، وكافي خير شر، وبدور على اكل العيال، الولية ودكرين و3 أوانس والعبد لله. بصيت النهارده وانا قاعد على المركز في القهوة، لقيت دفة جاية من البلاسة نازلة على الحنفي. الواد فلفل المالطي راح خارج من الدفة وهاجم على القهوة، وهات طخ طوخ طخ، راح مدشدش النصبة ومطير الكراسي ومطفش الزباين. خدت نفسي وقلت له عيب يا فلفل، ده انا عمك. لما كنت بنزل في الخناق كنت انت بتدخل في نص هدومك. الواد يظهر كان شارب ما سألش عنه وما سابش القهوة الا كوم تراب. وانت عملت ايه؟ اقول لك الحق يا بيه، انا الشيطان وزني، كنت هسحب الشومة من الواد وافتح قرنه، وبعدين قلت في عقلي بالي انت يا تسوقي لك 14 سابقة، وقعدوا الله يا بيه وحياة شنبك 14 سابقة كلها ضرب. لا عمري سرقت ولا نصبت ولا شميت كوكايين. بقول لك الحق تاني، صعبوا عليا العيال في البيت. قلت يا سوقي لو سيحت دمه هياخدوك من الدار للنار. سبت القهوة زي ما هي ورحت الكراكون شكيته محضر، وتاني جاي جري على هنا. دي حكاية بسيطة. بسيطة؟ بسيطة ازاي يا استاذ؟ انا اللي ما خدتليش طري من الواد ده اسيح دمه، هفتح نافوخه، هقتله. وليه ده كله؟ ده كنت عاوزني حضرتك ما اعملش كده، لازم تحمي قلبك شويه، ما تاخدنيش، انا شايفك هادي ومتربي وابن ناس. امال عاوزنا ابقى ايه؟ عاوزك تبقى ايه؟ عاوز اشوفك في الجلسه واقف زي الاسد، عاوز اسمع صوتك بيجنجل وجايب من اخر الشارع، عاوزك ساعه ما تخبط على الترابيزه كده اللي قدام سعاده القاضي الواد فلفل يفز من الخوف. عاوز افرح فيه يا استاذ، نفسي احط صوابعي في عينيه، نفسي اقرص زمارة رقبته. انت مش فهمت الاستاذ على القضية؟ اتفضل تبقى تتعب. السلام عليكم. عليكم السلام. انت صورت صوري امتى؟ دي آخر صورة لي، بس الرطوش موحشني شوية. صحيح انت احلى من الصورة كتير. شيري، ما بزيادة شرب بقى يا سليمان. آخر كاس الليلة دي. دي رابع مرة بتقول ان ده اخر كاس. إنما أؤكد لك يا زيزي إني قوي الإرادة جدا. امبارح كان آخر يوم شربت فيه أبراتيف قبل الغداء. يعني عايز تفهمني انك ما شربتش حاجة النهاردة قبل الغدا؟ ولا حاجة أبدا. 3 فرطة ما فيش غيرهم. وبعدين رحت قايم منطور من البار ورحت مروح على طول، اتغديت ونمت، ورحت قايم الساعة 5 زي الحصان تمام، لا صداع ولا وجع راس. امال ايه الاسبرين ده؟ قرصين ما فيش غيرهم، اخدتهم قبل ما اخرج من البيت النهارده. طالبينك في التليفون يا ست. طيب جاي دلوقتي. احمد مين؟ بصير يا فندم. انا خايف اكون ازعجتك. انا بكلمك زي ما اتفقنا. امتى اقدر اشوفك؟ مش الليلة دي، بكرة بعد الظهر. عمي هنا. انتوا وحشتونا قوي يا ابله نانا. اربع شيرين. أرفار الشري؟ انت بتكلمي مين يا زيزي؟
بنت عمي. سلمتيلي عليها؟ لا والله نسيت. لا ما نسيتيش، انت ما رضيتيش. ليه؟ مش عارفه ليه. ابدا مانيش عارفه. لا انت عارفه، خايفه لا بنت عمك تقع فيا. اي والله صحيح، خايفه لا تقع فيك، بس حتى تقع انت يوم. اسم الله عليك. ما انا وقعت اهو. الله، انت بتحبيني لكن بس بتخبي. انا عارف انك هتفضلي مخلصه لي طول ما انا غايب، وانا كمان هفتكرك كل يوم مرتين. مره لما اقوم من النوم ابص، ومره قبل ما انام برضه ابص، وفي وسط النهار افكر فيكي كده مرتين ثلاثه على الماشي، لما اشوف رينار لطيف ولا حته طنطنطيف. ايه الشهر ده كله؟ ولا جوز شبشب. اخي انا لازم انام بدري علشان اخد اول قطر. والله كان بدي اوصلك لحد اسكندريه لولا ناهد عيانه. ناهد مين؟ ناهد بنت عمي. اوعي تنسي تسلمي لي عليها، اول ما ارجع من اوروبا تعرفيني بيها. ما تخافيش، انا كنت بهزر يا شيخه. انا قلبي هنا، مثلا انا مروح دلوقتي مش كده، انما انا هنا. انت هتوحشيني قوي يا زيزي. وانت هتوحشني يا سليمان، انما كل ما اشوف صورتك هفتكرك. انا هبعتلك تلغراف من جنوة اول ما اوصل، وتلغراف تاني من فيشي، وكل ليلة بالليل اكتب لك جواب اقول لك فيه على اللي عملته طول النهار. انما انت كفاية عليكي جواب كل اسبوع بس اطمن فيه عن صحتك. يا ستي انا، يا ستي وتاج راسي. أوفر زيزي. أوفر بقى. أوفر باباياش. الو محمود؟ مساء يا محمود، انا لسه جايه حالا من السينما. طبعا انا لوحدي، انت عارف ان انا تعبانه وعايزه انام. ايه سيسي وياها مين؟ خطيبها؟ طب تعالوا بس ما تقعدوش كتير. احنا في الحياة
يا ناس يا ناس، عايز انام شويه. كل ليله رقص وغنى، كل ليله رقص وغنى، ما تهمدوا شويه. طب والله العظيم ايه قله الادب دي يا ولد؟ طب والله لا نفتكر في العماره. يا عندهم العماره. ما شاء الله، فرح كبير بجمعية في عتبتك، كبار في السن بتوشوشوا. يا خبر أبيض، الخالق الناطق سيدي البيت. تعالي شوفيه، جوز خالتك بعينه، سكة مفتوحة، صرة فلوس، شاب صغير قلبه مشغول بك وإيده في إيدك، وفي وسطكوا راجل شعره أبيض ولابس عمة. وده يبقى مين يا دادا؟ المأذون. زهيرة هاني موجودة؟ مين حضرتك يا فندم؟ أحمد علوي. اتفضل يا بيه. استريح لما ادي للست خالص. اهلا وسهلا، اتفضل يا مات. ذوقك مدهش يا زهيرة هاني. ميرسي. مين اللي رسم الصورة دي؟ انا لما كنت في المير دي جيو وعرضتها في حفله اخر السنه واخدت عليها الجائزه الاولى، تصور وقتها كان عندي لسه 16 سنه. انا عارفه انت عايز تقول ايه. ايه؟ رسمتها من كام سنه؟ لا أنا حبيت أسألك بس عن الاسم اللي جبتيه للصورة. لوريت جونين. حلم النيل؟ أما طوارئ خواطر عجيب. ازاي؟ كنت لسه بفكر من كام يوم إن أكتب قصة عنوانها النيل الحالي. تحب أحكي لك على موضوعها؟ قوي، انت عارف اني انا معجبه جدا بقصصك. اعملي قهوه يا مفيده. حاضر يا ست. سيجاره؟ ميرسي، ما بدخنش. تعرف يا احمد ان القصه دي لو كتبتها للمسرح تبقى اول روايه هتطلع في مصر، هاديه ناعمه سنتيمنتال، لا فيها شخص ولا نطق. أنا مبسوط إنك فاهماني. لا في البيت ولا في المكتب فاهميني. أنا بشتغل محامي عشان بابا عاوز كده. ما تفكرش في اللي يزعلك، بكره تبقى كاتب عظيم. تعالى نشرب في صحه نجاح روايتك. مالك؟ بس أنا ما بشربش. تعرف انت تستاهل ايه؟ يا احمد مش عاجبني الايام دي، اتعود على السهر بره، بس بدي اعرف بيروح فين. الغايب حجته معاه، شغل المكتب كله على دماغه. انا ابني ما فيش زيه، عاقل وهادي وحنين، ربنا يكفيه شر ولاد الحرام. أنا اتأخرت قوي الليلة دي، لازم ألحق آخر أتوبيس. صحيح انت اتأخرت قوي. يظهر إن أنا شربت شوية زيادة ولا إيه مش فاهم. لما تيجي بكره مش هخليك تشرب كتير. انت اتأخرت قوي يا احمد، احنا اتخضينا عليك. ليه؟ وأنا صغير؟
احمد. انت صغبان عليا. ايه العيشه اللي انت عايشها دي؟ ام سيد عماله تدق الهون طول النهار، وابو رجال عمال يزن في دماغك. القهوه البلدي اللي على ناصيه الشارع فاتحه الراديو على اخره، الطاوله، الطمنه، البياعين باصواتهم المفزعه ما بيرحموكش. فين القرف ده من اللي شفته بعينك في بيت زهيره؟ الاساس الفاخر، الفرش اللين المريح، الالوان الزاهيه اللي تفرح. وراويه البنت اللخمه الساذجه اللي عمرها ما تقدر توقظ نبوغك وتحقق مجدك. انت قصصي، انت شاعر، لازم تعيش باعصابك، ما تنفعكش غير زهيره. زهيره. شفت منظر ما عجبنيش، لازم اكلم احمد. منظر ايه؟ مش وقته. ام سيد، افندم. ان كان احمد لبس هدومه قولي له ان انا عاوزه. حاضر يا سيدي. سيدي البيع عاوزك تقص. طيب انا جاي. يا فندم، عاوزني يا بابا؟ ايوه، اقفل الباب وتعال اقعد. بقى اسلوبك اللطيف في الكتابه اللي كل الناس بتتحدث عنه عاوزين يشوفوا دلوقتي. بس اؤمر يا بابا. أيوة. انا كتبت كلمتين في الورقه دي وعاوز منك تصلحهم. يتشرف على فندي علوي وكيل الارشيف بمصلحه السكه الحديد سابقا بدعوة حضرتكم لحضور حفلة عقد قران الأستاذ أحمد علوي المحامي على سليلة المجد والشرف الآنسة راوية زهدي. وما جبتوش اسم ابوها ليه؟ ده كان مقاول قد الدنيا. والله عندك حق يا خديجة. على سليلة المجد والشرف الآنسة راوية كريمة المرحوم كامل أفندي زهدي. ايه ده؟ تذكرة ايه وفرح ايه؟ مين قال لكم ان انا عاوز اتجوز؟ مش عاوز تتجوز ليه؟ انت لسه صغير؟ أنا اتجوزت أمك وأنا عندي 18 سنة. انما انا لسه محامي تحت التمرين، ما بكسبش حاجة. ما تقولش هم، مدام أنا أمك موجودين في الدنيا. وايه اللي هيجد علينا؟ ما انتوا عايشين معانا يا ابني. المسألة مش مسألة أكل يا بابا، لازم جهاز. بتحسب إننا ما فكرناش في الحاجات دي كلها؟ راوية اختارت الجهاز واندفع العربون. ومستعجلين على ايه؟ خير البر عاجله. إيه؟ لكن أنا انت ايه يا ابني؟ أنا ما بفكرش إن أتجوز راوية. ليه كفل الشر؟ أنا ما بقولش حاجة، راوية بنت كويسة جدا، 1000 واحد أحسن مني ياخدها. أنا بحبها زي أختي. زي أختك؟ اللي حسبته لقيته يا خديجة. ادي اللي خدناه من كتابة الروايات وقرايتها. أنا متأسف أوي يا بابا، إحنا مش هنقدر نفهم بعض. مفيش داعي لفتح السراير تاني. وراوية هنقول لها ايه؟ ما تتهرش يا بنتي، ده لازم حد عامل له عمل. والنبي لولا سمعت الكلام ده بودني ما كنت اصدق انه يخرج من بقي سي احمد. ما تزعليش نفسك، وانا بكره من الفجر ان شاء الله هاخد قطر واوديه للشيخ علي يشوفه. دمار يدوم يا معلم. اقول له ايه يا استاذ؟ يا أخي قول له مش فاضي، بلاش وجع دماغ كل ساعة والتانية. خطور النبالي خطور وحش لسانه. اتفضل. الوجع وطفل اللي ما يختشيش على دمه يفوت النهارده قدام القهوه راكب حمار حصاوي ويطلع لي لسانه. الناس
كلها كلت وشي. مفيش قانون، مفيش محكمة، مفيش نيابة تدخل لسان الواد ده جوه بقه. متندامة عليك يا حاج السوقي. الواد عوض فلفل يطلع لك لسانه على اخر الزمن. لسانه ايه يا حاج تسوقي؟ انت ما شفتش الاستاذ في اخر جلسه لما اداله سؤالين في عظمه خلاه يتهته؟ دي فرحتي. وانا خدت ايه لما خلاه يتهته؟ انا عايز القضيه تخلص قبل ما طق من الغير، قبل ما فرقع وانا ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. عبد القادر بيه موجود؟ ايوه يا فندم منتظرك. الاستاذ احمد عنده مأمورية خبير في العباسيه. انا ما احبش اتعبك، اذا كنت عايز تشوفه فوت علينا بكره. ما تزعلش يا معلم دسوقي، انا الليله هبحث لك واشوف عقوبه اخراج اللسان قدام الناس. انا فاكر ان فيه ماده تقطع لسانه. يا توفيق افندي انا هشوفك، انا كل نظر. سلام عليكم. ما تنساش يا توفيق افندي، يبقى فوت عليا بعد ما تشطب المكتب. انا محضر لك كوبايه عصير من اللي قلبك يحبه. هي مسا. أنا بريء ومظلوم. أبوس إيدك يا سعادة البيه، بس خلي القضية تتحول من قاضي الإحالة لمحكمة الجنايات وأنا مفرج عنه. ليه؟ يمكن ناخد قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة. يبقى فضل من الله. إنما أنا واثق لو خدت فرصة شهر واحد أجيب المستندات اللي تثبت براءتي من الاختلاف اللي بيتهموني بيه. كل الموظفين في وزارة الأوقاف يشهدوا إن سيد المنياوي إيده نظيف. الدوسيه كبير، وأنا هطلب التأجيل لإعلان الشهود. أنا لو قبض عليا ينخرب بيتي. مش هعرف أتلم على شهود، مش هقدر أجمع المستندات. الله لا يفضحك. أنا لو جرالي حاجة ابني هيتيتم ومراتي تموت من الجوع. يا أستاذ أحمد، سيد أفندي المنياوي مقدم لقاضي الإحالة بتهمة الاختلاف. الراجل ده أمره يهمني جدا، وأنا متأكد إنه مظلوم. أرجوك ما تنساش، حكم أنت اليومين دول بتتأخر كتير. بصراحة أنا مش راضي عن شغل. اعتمد عليا يا أستاذ، أنا اليومين اللي فاتوا كان عندي بعض مشاكل. طيب أنا عندي مرافعة يوم 15 في محكمة جنايات طنطا. احضر عني واطلب التأجيل. حاضر يا أستاذ. آدي دوسيه القضية. ما تنساش يا أستاذ إن الجلسة يوم 15. طيب نتقابل هنا الساعة 8 قبل الجلسة وننزل سوا على المحكمة. احنا اصطلحنا في قضية والدك واخدنا من وزارة المالية مبلغ 60 جنيه قبضتهم النهارده. اتفضل اهو. شكل يا سعادة البيت. اسمح تنزلني على الوصل ده عشان نوضعه في الدوسيه. حاضر. يا استاذ احمد اوعى تنسى قضية سيد افندي المنياوي بعد بكرة. انت اللي هتحضر عنه لاني هكون في طنطا. حاضر يا أستاذ. اللي بيجي في اليوم استنى حضرتك تحت. طيب أنا جاي حالا. بونجور. بونجور، انا عازمك على الغدا يا احمد. فين؟ حته هتعجبك قوي. عديني يا ريس عديني، عديني يا ريس عديني عالبر التاني ورسيني، عديني برا. عديني يا ريس عديني، عديني يا ريس عديني عالبر التاني ورسيني، عديني برا. أمانة يا بحر توديني عند الحبيب جنبه ترسيني، ده بعد عن، ده بعد عن بيبنيني،
اشوفه مرة بعيني يرضي لف بلف هنا 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 وامسك الدف هنا 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 امسك الدف هنا 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 لف بلف هنا هنا. بتفكري في ايه يا بفكر في الناس دول الرهيفين وراضيين بعيشتهم، يا ريتني كنت واحدة منهم واقدر اعيش بعيد عن الناس. وعني انا كمان. ما اقصدش يا احمد، انما انا ليا ماضي مليان بالذكريات المؤلمة. سيبينا من الذكريات دي في صحتك. مين اللي انت مصوره معاه ده؟ أي صورة؟ الصورة اللي في الكتاب ده. اوه دي لازم تكون صورة اسماعيل. اسماعيل مين؟ ابن خالي. يا سلام، وده اللي خلاك تبوز؟ اشتغل ايه؟ دكتور عينين ومتعلم في النمسا، وافتكر ان الصورة دي صورناها سنة 30 في المعرض الزراعي. ايش بيدك ايه؟ طبعا لان ماما تركية وامه مصرية. انت طفل كبير تزعل من غير سبب. مين قال لك ان انا زعلان؟ يعني تفتكر ان واحدة زيي ما تقدرش تقرا في عينيك اللي انت عايز تقوله؟ يلا تعالى معلمك ازاي ترقص التانجو. الله الله، ايه الغرام ده كله؟ اتاريكي بتنكري نفسك عني يا ست سميرة. مش كنت تسأليني انا بطلبك في التليفون ليه؟ ليه يا محمود؟ بس ما هنش عليا اروح اسكندرية واسيبكم. اما ناس خاينين صحيح. في ايه في اسكندرية؟ في ايه في اسكندرية؟ بكرة السبق الكبير والليلة الكبيرة. الصبح حمام في السنة، بعد الظهر سبق المواساة، بالليل العشاء في مونسنيور، والسهرة العجيبة في اكسلسيور. ايه رأيك في البروجرام الهايل ده يا زيزي؟ بروجرام مدهش، بس اذا كان احمد يجي معانا. انا اسف قوي، بعد بكره عندي قضيه مهمه عند ابو الاحاله ولازم احضرها. سيبك يا شيخ سيبك، هو احنا مسافرين السودان؟ طريق الصحراء والعربيه الهايله، ساعتين نبقى هناك، نقضي يوم جميل وسهره لطيفه، والساعه 6 نبقى هنا. تفطر وتحلق دقنك وتراجع قضيتك وتكسبها 100%. صحتك. يا خسارة تعبنا وشقانا يا خديجة. حد كان يصدق ان احمد الخجول الهادي يتفرعن ويفجر بالشكل ده؟ والله دي عين وصابتنا. معاك حق. انا متشائم من البيت ده. ان شاء الله اول ما اقبض ال60 جنيه اللي هيجيبهم لي عبد القادر بيه من وزارة المالية نسيب الحتة دي ونروح نأجر بيت في حلوان. ده البخور اللي اداهولي الشيخ علي بكره تشوفي المكان احمد يعقل وربنا يعدلها لك، ما بقاش انا ام سيد، ده الشيخ علي سر باتع.
احمد وزهير هيروحوا فين؟ اتفضلي يا ست، الغرام الكبير. ايه يا احمد؟ مالك متردد كده؟ ما تشوف لك حصان تلعب عليه. مالكش دعوه بيه، انا هشوف له حصان او تصيدر عشان لما يكسب يدفع جامد. ايه رايك في الحصان ده يا زيزي؟ انا بستبشر باسمك. زيزي يظهر انه او تصيدر، تعال نلعب عليه. خسرت كل فلوسي. ما تزعلش، انا هعوض لك كل اللي خسرته. انا احسن بوكاريست في البلد. هدور على جماعه اصحابي ونوضب كاريه ونعمل بارتيتة بوكر مدهشه. تعال يلا يا زيزي. السلام عليكم يا بيه. وعليكم السلام. انا وقعت من السما وانت استلقيتني. القضيه هتطير برج من عقلي. الاستاذ الصغير محيرني خالص. في الاول قال لي سيب الكراسي مدشدشه والازاز مكسر لغايه ما تتم المعاينه. سبت القهوه زي ما هي. قال لي وعلى الواد يتحرش بيك يودك الشيطان تضربه. فضلت ساكت وكاتم الدم على الايد. الواد اتفرعن عليا. عواطلي يا سعاده البيت. ما تفهمش تلم على الحمار الحصاوي ده منين. طول النهار راكبه وعمال يبرطع بيه قدام القهوه. برضه استحملته. انما اللي مش قادر استحمله ابدا يا سعاده البيت اللي مفور دمي، اللي منكد عليا عيشتي ومحرم عليا الاكل والنوم، ان الواد كل ما يفوت عليا في القهوه يطلع لي لسانه. وقصده ايه من تطليع لسانه يا معلم دسوقي؟ قصده ايه يا سعاده البيت؟ عاوز يفرسني. 14 سابقه كلها ضرب. لا عمري سرقت ولا نصبت ولا شميت كوكايين. الخط كله يعرف ان جدع ابن جدع، واخر المتمه يجي الواد عوض فلفل يطلع لي لسانه. لا 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 لا، ده شيء مش لطيف. اتفضل سيجاره. متشكر. دي دندره شغل بنك مصر. خير يا معلم دسوقي. السلام عليكم. طب في افندي يبقى فوت عليا بعد ما تشطب المكتب، انا محضر لك. طب سلام عليكم. والد الاستاذ احمد علوي عايز يقابل سعادتك. طيب خليه يتفضل. الو، عاوز مين يا فندم؟ الاستاذ احمد علوي؟ لا ما جاش النهارده. اهلا وسهلا، ازيك يا على فندم؟ الله يبارك فيك. اتفضل استريح. اتفضل. متشكر. ازاي صحتك؟ الحمد لله. لما بشوف احمد بطمن منه على صحتك. متشكر. انا والله مكسوف اقول لك يا على فندم، انت عارف صداقتنا 20 30 سنه. احمد بعتبره زي ابني تمام، انما صراحه انت تبقى خالص. كان عندي النهارده واحد زبون بيشتكي لي منه مر الشر، وكل ما اسال عنه ما لقيتش. مره في المجله ومره في المطبعه. النهارده ما جاش المكتب. انا زعلان منه خالص. أنا مش عارف إيه اللي طالع في عقل الولد ده ومخليه غاوي الروايات. لو كنت عارف وأنا بشقى عشان أدفع له مصاريف الحقوق إنه هيطلع بالشكل ده ما كنتش دخلته مدارس عالية. أحسن مني يا عبد القادر بيه بيوظفوا ولادهم بالبكالوريا.
كان نفسي اشوف احمد محامي قد الدنيا، ولا وكيل نيابه، ولا قاضي. مركز الواحد يتشرف بيه قدام الناس. ايه ربنا عاوز كده. احمد نبيل جدا، بكره يعقل، ده في الشباب. انما ما خبيش عليك، النهارده كاتب النقابه كان عندي وقال لي ان في شكاوي كتير ضده، واخرتها ايه يا سعاده البيه؟ ينشطب اسمه من جدول المحامين. احمد وصل لك ال60 جنيه اللي قبضتهم لك من وزاره الماليه؟ ايوه، لازم يكون اداهم لوالدته. باس صلب كاري كريدام كاري ما تديلوش فلوس يا احمد، كفايه اللي خسرته النهارده. اخر 10 جنيه، جربي حظك يا سيدي. انا منحوس قوي الليله دي. انت مش مكسوف من نفسك ترجع بيتك في وش الفجر؟ مش مكسوف من الناس اللي شافوا البيه المحامي راجع بيته يتطوح؟ ده كان يوم اسود يوم ما خلفتك. حد يصدق ان ابن علي علوي اللي ما يسيبش فرض تبقى دي حالته؟ هتشوف قضاياك ازاي يا افندي؟ اموال الناس واعراضهم اللي ائتمنوك عليها باي عقل هتترافع قدام القاضي؟ انا فهمت دلوقتي ليه مش عاوز تتجوز راويه. حياة السهر والخبص اللي ابتديت تعيشها هي اللي تلفت عقلك. انا اللي مرضاش اديها لك دلوقتي. راوية تاخد سيدك وتفرها برقبتك. ربنا يحاسبني لو جوزتها لك عشان تسيبها متلقحة طول الليل وانت دايرني بالخمامير. انا عملت اللي عليا وخليتك بني ادم. من هنا ورايح انت اللي تصرف على نفسك. ما اقدرش اديلك فلوس علشان تروح تصرفها في اللي يغضب الله. فين المبلغ اللي اداهولك عبد القادر بيه؟ ضيعته؟ ما ترد، ما تتكلم. انت مش عارف ان امك عيانه بقلبها وان مصاريف الحكمه قسمت وسطي؟ كنت منتظر المبلغ ده علشان اخد لها بيت في حلوان زي امر الدكاتره. انت جاي هنا تعمل ايه؟ ارجع مطرح ما كنت. لا انت ابني ولا اعرفك. انا متبر منك يوم القيامه. اخرج اخرج، ما تعتبش البيت ده ابدا. مش عاوز اشوف بالشكل تاني. انت جرالك ايه في عقلك؟ طول عمرك ما يعجبكيش العجب. ايه سي احمد ده اللي طلع لنا على اخر الزمن؟ بقى حد يصدق ان زهيره تحب واد زي ده؟ رايحه فين؟ رايحه مع سي احمد. جايه منين؟ كنت مع سي احمد. سكينه سرقاكي. انت مش فاهمه ان سليمان بيه راجع من فيشي بعد يومين؟ طب وايه يعني؟ وايه يعني؟ طيب، ده الناس كلها بتتكلم عليكم، في كل حته بيشوفوكم مع بعض، ده حتى فاكرين انه عايش هنا عندك في البيت. يا سلام لو الاخبار دي بلغت سليمان بيه. انا ما يهمنيش سليمان، ده راجل اكبر مني ب 30 سنه. حضرتك ضحيت التضحيه الكبيره دي عشان خاطر سي احمد. بس انا عاوز اعرف في ايه يتحب؟ ما اعرفش، انما انا بعتقد ان هو اول راجل قدر يفهمني. يا سلام. يمكن انت وغيرك ما تقدروش تقدروه، انما انا بشعر. غريبه، مين اللي جاي دلوقتي؟
مش جابك دلوقتي يا احمد؟ اتخانقت مع ابويا وسبت البيت. الله، احمد عزيزي حصل ايه؟ مفيش. انا وصلت زهيره بالعربيه فلقيتها تعبانه، طلعت قعدت معاها شويه. ايه؟ ايوه. طيب اسيبكم انا بقى لوحدكم. بونسوار. البونسوار قال ده احنا بقينا الصبح. بونجور. يعني كان لازم محمود يطلع معاك لحد هنا؟ دي مش حاجة محمود، انت اللي متضايق علشان سبت البيت. بالعكس، انا مبسوط قوي وفرحان اللي اتخلصت من قرفهم. بكره تشوف الفلوس هتجيلي ازاي من مجهودي الشخصي. نادي نمرة 6. نمرة 6. سيد المنياوي. القضية مطلوب حجزها من فضلك يا أستاذ. مطلوب حجزها يا فندم. أنا حجزتها مرة قبل كده، الرول خلص. أنت اختلست 30 جنيه من مأمورية الأوقاف يا أسيوط. بس المحامي بتاعي ما جاش يا سعادة البيت. النيابة. المواد الواردة في قرار الاتهام. دافع عن نفسك. قررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة جنايات مصر لدورة نوفمبر مع القبض على المتهم سيد المنياوي. والله مظلوم يا سعادة البيت، مظلوم يا ناس، مظلوم. بابا والله مظلوم يا سعادة البيه، مظلوم. خربت بيتي، ربنا ينتقم لي منك. أنا نصحتك كتير واستحملتك علشان خاطر والدك، لكن وجدت مفيش فايدة معاك. سوقت سمعة مكتبي. أنت ما تصلحش إنك تكون محامي. اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا بيه. عن اذنك بس في اوضه فاضيه؟ ايوه موجود. الاوضه اللي على الشارع ب 15 قرش والاوضه القبليه ب 10 ساعه. طيب اديني اوضه ب 10. ايوه حاضر. تسمح تقول اسم حضرتك ايه؟ متشكر. ما تاخذنيش يا استاذ، اللي بيجوا من غير شنط بندفعهم مقدم. متشكر أوي، انا اسف. يا عباس. نعم. اوضه نمره 9 للبيت. أهلا وسهلا يا بيه، اتفضل. النيل الحارس، عنوان مدهش. اتعشم يكون الموضوع كويس زي عنوانه. لما اقراه واشوف. انا محتاج لقرشين، تقدر تديني حاجه تحت الحساب؟ انا اسف، ما عنديش دلوقتي. لكن مدير مسرح فرعون سأل عنك مرتين في التليفون النهارده، عاوز يشوفك. ليه؟ يظهر انه عاوز يخرج رواية زهيرة على المسرح. والله احمد وحشني. باين يا بنتي حموت قبل ما اشوفه. ما تقوليش الكلام ده يا تيزة، انت صحتك احسن. خد اديني الشكفجية. حاضر يا تيزة. عاوزة اديكي حتتين الصيغة دول قبل ما اموت. بس ليه الكلام ده يا تيزة؟ ربنا ياخد بيدك ويخليكي لنا. المصحف ده كان بتاع المرحومة ننسى. خدي البسيه.
ازيك النهارده يا خديجه؟ الحمد لله يا عمي، صحتها احسن. الحمد لله. انت مش هتسامح احمد بقى علشان خاطري؟ عاوزه اموت مرتاحه. ما تخافش، بكره يعقل. هو الضيف يطلع من اللحم. ده ابني زي ما هو ابنك يا خديجه، لكن عاوزاني اروح انا ادور عليه ولا هو اللي يجي يستسمحني؟ معلش عشان خاطري. ده خيب املنا وشمت فينا الناس. تسمح تديني عنوان الاستاذ احمد علوي؟ اللوكاندا الشرقيه الكبرى بميدان الخزندار، تليفون 58 099. على فكره احمد علوي ده ما تنشرولوش حاجه ابدا، ده لازم جراله حاجه في عقله. مواضيعه بقت مبتذله. الو، مين يا فندم؟ الاستاذ احمد علوي مش موجود. شوفيه يا هانم في مجله العصر. يا فندم ما لقيتهوش؟ بتقولي عاوزاه ضروري. حاضر. شارع عبد المنعم 13، نمرة التليفون 53 421. ميرسي. بونجور. انت اتاخرت ليه؟ اصل فوت على مسرح فرعون قبل ما اجي على هنا وقبضت 8 الله، انت زعلانه ليه؟ ما زعلش ازاي؟ اذا كان قطعوا التليفون عشان ما دفعناش القسط، الناس يقولوا علينا ايه؟ اسدد اللي عليا ازاي؟ اجرة البيت، قسط البيانو. لا ما تزعليش ابدا، خد 50 جنيه هم سددي اللي عليك كله. 50 جنيه بس؟ اصل ده اول روايه الفتها، مدير المسرح وراني كونتراتات لمؤلفين مشهورين رضيوا ب 30 جنيه. مهنه الادب ما بتوفيش عيش في البلد دي ابدا. بكره ياما تكسب. تعرف انا بتخيل ايه يا احمد؟ ليله الافتتاح، الاعلانات ماليه الشوارع، صورك طالعه في كل الجرائد، زهيره بقلم احمد علوي المحامي. الناس بتتزاحم على شباك التذاكر والصاله مليانه، وانا وانت في بنوار، وكل الناس بتبص لنا. بعد ما تخلص الروايه ايه برافو برافو. ادي الكلام اللي يفتح النفس. انا هكتب لمجله العصر القصه اللي حكيت لك على موضوعها امبارح. الويسكي عندك بره، انا واصله اشوف بنت عمي علشان عيانه. باي باي. باي. الاستاذ احمد موجود. حضرتك مين؟ مين اللي بيسال يا مفيده؟ انا راويه بنت خالة احمد. تسمحي لي اكلم حضرتك كلمه واحده؟ افندم، انا جايه اترجى حضرتك بخصوص احمد. ايه في ايه؟ حضرتك عارفه ان احمد سايب البيت بقاله 4 اشهر. مش انتوا اللي تاخدينه دلوقتي جايين تدوروا عليه؟ تسمحي تسمعيني شويه. حضرتك عارفه الوسط اللي نشأ فيه احمد والحياه اللي كان عايشها، ومره واحده اتغير بقى يجي البيت الفجر سكران. يوم ما اتخانق مع ابوه كان بايت بره. وماله هو صغير؟ انا عارفه انه كبر، لكن انا ادرى من كل الناس باحمد. ده ما يقدرش على العيشه اللي هو عايشها دلوقتي. انا متاكده ان اعصابه هتتلف. ان كنت بتحبيه يا هانم انصحيه انه يرجع بيت ابوه. امه عيانه قوي نفسها تشوفه. ده كلام فارغ. انت اللي بتحبيه، لان هو حكى لي على كل حاجه، قال لي انهم كانوا عاوزين يجوزوه لك، هو اللي ما رضيش لانه بيحبني انا، يحبني انا بس. الله، ايه اللي جابك يا راوي؟ انا طلبتك هنا في التليفون لقيته ما بيردش. ما جابنيش الا ان تيزا عيانه قوي نفسها تشوفك. انت لازم تعرف الواجب اللي عليك. احنا طول النهار في البيت ما بنغيبش الا من 4 ل 5 لما بروح انا وتيزا عند الحكيم. ما تزعليش يا زيزي، دي مجنونه. ما بقاش اللي ازعل من واحده زي دي كمان. انا زعلانه لاني مش قادره اسدد الفلوس اللي عليا. ولا يهمك، انا هعرف منين تيجي الفلوس. الست يا ست. طيب تعالي يا مفيده خدي اجره البيت. حاضر. انت عايز منهم حاجة؟ ايوه، قسط البيانو. وانا عايز اجرة البيت، شهرين متأخرين. واحنا عايزين 3 اقساط. طبعا الست مش موجودة. سايبالكم الفلوس ويايا. تعال.
أخيرا. الحمد لله على السلامة يا أحمد بيه. البيت نور يا ابني. بابا هنا؟ لا يا سيدي خرج. ونينا؟ راحت مع السراوي عند الحكيم وزمانهم جايين. طيب روح اعملي لي فنجان قهوه. حاضر يا سيدي. أحمد، أنا كان قلبي حاسس إنك هترجع. برضو أهون عليك تفوتني المدة الطويلة دي وأنا عيانة ولا تجيش تسأل عليا. أنا ماليش في الدنيا غيرك. ما دي اللي جيت هو يا نينا. ربنا يهديك يا أحمد. وليه ما طلبتهمش مني يا أحمد؟ جرالك ايه؟ الله مالك؟ الحقيني بواحد دكتور يا مسيد. ثبتك المضروب. لا ده ادهم بيه، ده كله ادب وانسانيه وذوق سليم. شوف الشقه المدهشه. الشقة وصاحب الشقة ومحفظة صاحب الشقة تحت رجلين الملاك. زهيرة هانم مش موجودة؟ هي مش موجودة. حضرتك دخلت ازاي؟ دخلت من الباب. لكن انا قفلته بايدي. حضرتك مين؟ انت ده. فهمت. اصل البرواز ده اتشرف بصورتي قبل ما يتشرف بصورتك. أنا عارف يا فندم، حضرتك عم زهيرة هانم. ايوه انا عمها. وحضرتك تقرب لها ايه؟ أنا صديق. الحمد لله اللي ما طلعتش خالها، احسن نبقى نسايب انا وانت. اسمع يا ابني، لا انا عمها ولا انت صديقها. نتفاهم من غير زعل. انا اكبر منك في السن والموقف ده اصبح عادي بالنسبه لي. مره اسيب ومره انساب، مره اكره ومره انكره، وفي الحالتين ااكد لك اني انا الكسبان. البرواز ده اللي فيه صورتك وكان فيه صورتي شاف قبلنا ناس كتير وهيشوف بعدنا ناس كتير. لما كنت في سنك كنت عندي وراسي نشفة. لما كانوا ينصحوني اني اسيبها كنت افتكر انهم عاوزين ياخدوها مني. لكن دلوقتي اصبحت استخسر اقل نضال بسبب امرأة من العينات. لما توصل لسني وتقف الموقف ده تحط طربوشك على راسك وتقول جود باي.
اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. لا، الوداع. اسهمي نزلت في الشركه دي وانا بعتها. انت جاي منين دلوقتي؟ ما انت عارف كنت عند بنت عمي وبعدين جوزها مسك فيا على العشاء. كتابة غشاشة. دلوقتي عرفتك على حقيقتك، عشت الغش والندالة والغدر. غصب عني يا احمد، سيب دراعي. انا عاوز انتقم لنفسي، دي راوية اللي ذلتها، يا ابويا اللي ما طوحتوش، لامي اللي في اشد حالات المرض ولا سالتش عنها، وده عشانك يا غشاشة. يوم ما عرفتك كنت بتخدعيني، مش هعرفك بعد الليلة دي. سامحني يا احمد، انا غلطانه، كنت مضطره. انا راجع بيت ابويا لاجل مطهر نفسي، حاسس ان كل ذره بدم اتلوثت. الحب والتضحيه خساره في اللي زيك. اللي زيي؟ مالها اللي زيي؟ حبيتك وضحيت علشانك وطردت كل اللي اعرفهم وفضلت جنبك اداديك زي الطفل. علمتك ازاي تلبس، ازاي تتكلم، عيشتك في الجو اللي كنت تحلم بيه، خليتك فتحت بعد ما كنت اعمى. ابعدي، يا ريتني فضلت اعمى. انت جاي هنا تعمل ايه؟ اللي كانت بتدافع عنك ماتت بسببك. مالكش مطرح هنا في البيت ده دلوقتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لا يا استاذ، انت مش ناوي تدفع اللي عليك ولا ايه؟ الدفع عندنا نظامه كل اسبوع، وانت بقالك 3 اسابيع ما دفعتش حاجه، ايه الحكايه؟ طيب معلش، اصبر عليا شويه من فضلك. لا يا فندم، احنا صبرنا كتير قوي. ان ما كنتش هتدفع بكره هضطر اجر الاوضه لواحد تاني. هلو ازيك يا احمد؟ سلامات. انت جاي ليه؟ جاي ليه؟ يا سلام، جاي اسال عليك يا اخي. خد لك سيجاره، خد بقى يا راجل. تتضايق وتحتاج لفلوس ولا تفكرش فيا؟ يخونك يا اخي العيش والويسكي. انت فاكر يعني اما تزعل حضرتك من زهيره لازم تزعل مع الناس كلها؟ لا عايز اسمع اسم زهيره ولا عايز اشوف وشك. وانت تقدر تعيش من غيرها؟ شوف بقيت ازاي بعد ما سبتها، ما انتش قادر تكتب حاجه ابدا. وانت عاوز مني ايه؟ مفيش حاجه في غايه البساطه. مساله مش هتكلفك حاجه ابدا، انما تكسب فيها 100 جنيه. انت فاكر فريد اللي عرفتك بيه في اسكندريه بيحب بنت فرنجيه بتشتغل رقاصه في كباريه، اما حته بنت يا احمد جنان. وانا مالي يا اخي؟
بس حلمك عليا شويه. المحافظه يا سيدي عاوزه توزع البنت دي من مصر لان الفيزا بتاعتها انتهت مدتها. عملت المستحيل علشان اخلي البنت دي تفضل، ما امكنش. مفيش الا حل واحد، هو انها تتجوز، ولازم تتجوز واحد مصري. كان ممكن ان فريد يتجوزها لكن ابوه يحرمه من الميراث. ايه رايك يا بطل لو تتجوزها انت وتلهى في ال100 جنيه؟ هي دي الحكايه اللي جاي لي عشانها؟ اخرج! انت فاكرني انحطيت للدرجه دي؟ انا لو شحت، لو مت من الجوع ما بقاش اسمي ولا طقش سمعتي. اخرج! اخرج قبل ما تخرج دماغك! ليه يا احمد؟ حرام عليك شبابك. رواية ايه دي؟ قطيعة، ده انا اتعميت من العياط. تعيطي ليه يا ماما وانت صغيرة؟ رواية عظيمة جدا. تعرف مين اللي ألفها؟ أحمد علوي اللي كان معانا في كلية الحقوق. لا يا شيخ.
انت متصور انك تقدر تعيش من غير زهيرة؟ من يوم ما خرجت من بيتها ما انتش قادر تكتب حاجة ابدا. خيالك فضة، اسلوبك انحط، النقاد بتصرخ في وشك والجمهور مفضي من حولك. انت لسه بتحبها، مش ممكن تنساها، مش ممكن. لا ابعد، سيبني. انت اللي ضيعت مستقبلي، انت اللي اغرتني نعرفه، انت اللي كرهتني في دنيا، انت اللي حرقتني على خمر وكوكايين. هقتلك. انت سايق بسرعه كده ليه يا محمود؟ علشان عاوز احصل برتيتة البوكر عند ادهم بيه. الليلة هجيب لي خبرهم. يا رب انت عالم بحالي وعذابي، ريحني من الدنيا بقى ومن على ابن احمد بالشفا. مستشفى الامراض العقليه. ايوه يا فندم، انا الدكتور زكي. الحمد لله زي ما قلت لكم، كانت حاله عصبيه بسيطه تحصل لاي انسان، هو كان لازم له شويه راحه. ان شاء الله بعد 5-6 ايام يقدر يسيب المستشفى. والله عليك يا احمد، انا راويه. ما تخافش يا احمد، الدكاتره طمنوني النهارده، كلها يومين وربنا ياخد في يدك. عاد الزياره انتهت،